عليكم. انا ما اتكلمتش في قضيه صاحبه حضانه اسكندريه الا بعد ما النيابه العامه امرت ان هي تقبض عليها، علشان الرؤيه بس تكون واضحه. للي ما يعرفش ايه سبب القصه دي كلها، ان في حضانه معروفه في اسكندريه، المفروض ان سمعتها كويسه وفلوسها عاليه، وكان في ناس كتيره بيتجهوا ان هم يودوا ولادهم فيها علشان جنب سفارات، والمفروض ان الايمج بتاعتها كويسه. وحصلت فيها كوارث. انا بس قبل ما ادخل لكم في التفاصيل عايزه اقول لكل ام بتودي ولادها حضانه، ما يغركيش ابدا ان الحضانه دي الفيس بتاعتها عاليه خالص. ما يغركوش ان بيتقال عليها ان هي حضانه نظيفه وحلوه من جوه. يعني بصوا يا جماعه، احنا في زمن الواحد لازم يشك في صوابع ايده. اللي الواحد سمعه والفويسز اللي الواحد سمعها مش تقطع القلب، هي تخلي الواحد يعيط. ويطالب بتوقيع أقصى عقوبة على كل حد كان ليه يد في تعذيب الأطفال دي. القصة كلها إن في حضانة معروفة في اسكندرية، صاحبتها كانت تقريبا منع التواصل بينها وبين أولياء الأمور، وبين أولياء الأمور وبين المدرسين، وكانت بتتحجج ان دوت عشان الكورونا وده عشان خاطر صحة الولاد. في فويس مسجز اتسربت من مدرسة كانت بتشتغل هناك، وما قدرتش تستحمل اللي هي بتشوفه، واتبعتت لأولياء الأمور. محتواها ايه؟ ان كان في طفلة كانت بتضرب، وصاحبة الحضانة كانت شغالة فيها ضرب، كانت رناها علقة، وباين جدا من الصوت في الفويس ان البنت يا عيني بتضرب وعمالة تصرخ. ليه؟ علشان هي عملت تويلت على نفسها. خلاص. تاني حاجة، في اب كان بيقول ان ابنه اتمنع من ان هو ياكل، والاكل كان قدامه لمدة شهر، ده في الحضانة اللي هي اللي فلوسها عالية. تالت حاجة، الأطفال لما كانت بترجع كانت مديرة الحضانة بتخليهم سوري يعني ياكلوا الترجيع بتاعهم. انتوا متخيلين؟ ولما كان حد بيجي يشتكي، يعني في أولاد أهالي كانوا جم لقوا إن ولادهم ودانهم زرقاء، عرفوا بعد كده إن العيال كانت بتتشال من ودانها، العيال كانت بتتشال من ودانها. الأطفال بيعيطوا ويفضلوا كاتمين صوتهم عشان خايفين من الضرب اللي هيتضربوه. آم، في اهالي اكتشفت ان ولادها في مره اتقال لهم، في واحد اتقال له ان ابنك راسه اتفتحت علشان وهو بيلعب مع واحد زميله فتح له دماغه. لا، هي الحقيقه ان مديره المدرسه ضربته ولا مش عارف رشقته في الحيطه فراسه اتفتحت. اكتشفوا بقى الكلام ده كله مع التسريبات، وان الاهالي ابتدت تتكلم وابتدت تربط الاحداث ببعض. فانا بطالب النيابه العامه ان هي تحقق في الموضوع ده بكل الطرق، ويتم توقيع اقصى العقوبه عليها، لان هي وجعت قلوبنا كلنا، وجعت قلوب الشعب المصري كله. واعتقد اي حد، اي انسان هيسمع القصه دي حتى لو مش مصري ومش موجود في القصه، قلبه هيوجعه. ارجوكوا يا جماعه، والله انا بتكلم بجد عشان الزمن اللي احنا فيه ده، بجد ما تنزلوش ولادكم وهم مش عارفين يعبروا عن نفسهم. مش عشان حاجة، أنا مش بلوم الأهالي، أنا عارفة إن في ناس بتبقى مضطرة إن هي تنزل ولادها وهم سنهم صغير، ولكن أديكوا شايفين اللي بيحصل. لازم الطفل على الأقل يعرف يعبر عن اللي جواه. لازم الطفل لما تيجي تسأليه يعرف يقولك هو كاره الحضانة ليه، مش عايز يروح الحضانة ليه. ساعات كتيرة مش بيبقوا الأطفال ما بتبقاش بتدلع، الأطفال عايزين يقولوا لكم اللي جواهم، بيتضربوا حد بيزعق لهم، حد بيصرخ فيهم. في أطفال كتيرة كانوا في الحضانة دي اتربت لهم عقد نفسية، وبقوا بيتعالجوا ومش عارفين يناموا، وبيصحوا مفزوعين في وسط النوم. انتوا متخيلين الآثار النفسية دي هتفضل عايشة معاهم قد إيه؟ الحقيقة ربنا يكون في عون أهاليهم، خصوصا الاهالي اللي كانوا فاكرين ان ولادهم بتدلع، وان هم مش عايزين يروحوا الحضانه عشان يفضلوا نايمين في البيت وعايزين يفضلوا معاهم. وفي الحقيقه هم كانوا بيتضربوا وكانوا بيتعذبوا وكانوا بيتشدوا من ودانهم ويترفعوا كده من على الارض، او كانوا بيتلطشوا عشان خاطر عملوا تويلت على نفسهم، او تعبانين فرجعوا فتاكلوا من الترجيع بتاعهم. انا مش مصدقه ان انا بقول كلام زي ده. وتسمعيهم في الفويس بيتكلموا فرنش، يعني هي بتهزقها وبتضربها وبتعذبها وبتتكلم فرنش، اللي هو يعني هي تربوية، هي فاكرة نفسها ان هي كده تربوية وبتربي وبتعلم عشان الطفل يطلع يعني كويس. آم، لو سمحتوا مهما كانت ظروفكم، عايزاكم تتحروا الدقة في أي حضانة
بتدخلوا فيها ولادكم، ولازم يكون في تواصل في اي وقت علشان تطمنوا على ولادكم. وعايزه اقول لكم ان يكون في كاميرات ويعني الحضانه دي كانت مليانه كاميرات على فكره، بس عشان هي كانت مديره الحضانه كانت بتروح عند كورنر الكاميرا فيه مش باينه، وكانت بتضرب العيال. انتوا متخيلين الجبروت؟ وكانت منع اي تواصل. فلازم تبقوا على تواصل مع المدرسين. لازم لو حسيتوا باي تغير على الولاد ما تسكتوش، تروحوا تهدوا الدنيا لحد لما تعرفوا الولد ده ماله، ايه اللي جراله، نفسيته عامله ازاي. لازم تقعدوا تتكلموا مع الولاد. عشان كده بقول لكم محدش يودي عياله الحضانه وهم لسه مش عارفين يتواصلوا ولا يعبروا عن نفسهم، علشان كل يوم تطمنوا منهم ايه اللي حصل، حد ضايقهم، حد ضربهم، حد زعق لهم. وتبصوا على جسمهم. انا متضايقه ان انا اقول لكم كده، بس بصوا على جسمهم، يكون في اثار ضرب، اثار عنف. آه اتمنى من النيابه العامه ان هي تحقق في القضيه دي بشكل سريع، و وتطبق العدل اللي احنا كلنا نفسنا نشوفه. لان كلنا قلوبنا وجعانا، ونفسنا نشوف تطبيق للقضاء العادل. ربنا يعني ربنا يطلعنا من الدنيا دي على خير ويحفظ ولادنا. ادعوا بقى طول ما انتوا قاعدين، تدعوا ان ربنا يحفظ ولادكم وتستودعوهم صبح وليل.